صباح الخيرات والمسرات. اليوم ان شاء الله حنديروا الكبده المشرمله يا جماعه الخير. نديروها غير بهذيك الكبده تاع الدجاج، تجي بنينه وصدقوني نسمتها اكثر من رائعه. نرفقوها بواحد الكروكي يعطينا كميه معتبره بالعجينه الروسيه يا جماعه الخير، بنه رهيبه. ندوزو للمطبخ باش ندو كامل التفاصيل. ندير لهنايا قرن تاع فلفل قناوه، نحيت له الزريعه وغسلته بالطبع وخليته هنا في نص كاس تاع الماء، لاني من هذا الماء سحقو نضيف، دونك خليته ترطب. وانا هذا القرن صدقوني ماشي حار، حنستعملو غير على البنه وعلى اللون تاعو. نحطو قبل نقطرو من الماء، نحطو دو كوتي ونحطو في الاشواء مع سنينات تاع الثوم، واحد ل5 6 سنينات تاع الثوم وشويه تاع الملح. الثوم ديالي نحيت له لو جيرم هذاك الدخلاني هكذا باش ما تضرناش. ندير واحد المغرفه زيت، هنايا رحيت الدرسه نزيد شويه تاع الماء باش تترحالي بالطبع هكذايا. من الجهه الاخرى المقيله تاعي راهي تسخن، ندير شويه تاع الملح، نروح غير بالمهل في الملح باسكو درنا شويه في الدرسه، ونقلب هذه الكبده اللي حمرتها. الكبده تاعنا راهي واجده في هذه المرحله، نحيها بالك وتحمروها حتى وين الباكروتي هكاك تولي يابسه ابدا. الكبده اذا طابت بزاف خلاص راحت لنا، نحيها نخليها تهفت شويه، نقطعها صغيره، وفي هاد لي سوك هادوما نجيو نرمي هذيك الدرسه اللي وجدناها. انايا فرغتها والريحه طلعت يا سلام. ندير شويه تاع الكرويه، شويه تاع فلفل الاسود بيان سور، وندير العكري، تقدروا ديروا شويه تاع طوماطيش مصبره لكم ذلك. وندير هذاك الماء، ندير نخت فيه الفلفل القناوه، نخليها تكتك. المريقه ديالي موزونه من كل شيء، جات هايله. نجي ونرجع هذيك الكبده قطعتها، نقول بسم الله. وضروري كي نرجعوها نزيدو نحسبوا لها واحد ل5 6 دقائق، لازم تكون فوندونت. الروايح راهي معبقه ودقتها بنينه بزياده. مغرفه تاع الخل نضيفوها مع شويه تاع المعدنوس، نغطو مباشره ونحسبوا لها واحد ثواني فقط. خديت اون كاسرول، حطيت فيها 125 غرام من الزبده، نضيف عليها نص كاس سكر هكذايا وزائد نص كاس عسل. نحط العسل ونرفع المزيج فوق الفرن، نقعد نخلط على نار فريمون متوسطه حتى وين يندمج. المزيج تاعي اندمج وداب نوعا ما ماشي تماما. نجي ونضيف بيكربونات، ناخذ كيما راكم تشوفوا مغرفه صغيره هكذا ضروريه، ونقعد نحرك دقيقه. كيما راكم تشوفوا المزيج تاعي راهو يفور بالتفاعل هذاك الكيماوي الرائع كوم موس. شوفوا اللون ولا فاتح يشهي. دقيقه وانا نحرك ومن بعد نخليه يبرد. الريحه راهي هايله. في وعاء ندير شويه تاع الملح ونفرغ هاد لاموس. شوفوا ليا مزيج كيما يقولوا هايل، شغل ريحه الطمينه باش يعني شوفوا 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 هايل. نبردو وناخذ البيض، عندي 3 حبات تاع البيض، ندخل حبه بحبه بالتدريج. نقول بسم الله. اوب نضيف نص كيلة تاع الزيت بنفس الكوب اللي عبرنا به العسل والسكر، نزيد نص عبار تاع الزيت بالتدريج. ودوكا ما بقى ليا غير نحي الباتور
ونجيب الفرينه نقعد نطم بالفرينه حتى نحصل على قوام طري عادي جدا كيما الكروكي، مع اضافه مغرفه تاع القهوه تاع الخماره. نقول بسم الله، ندير الفرينه كيما هنا عندي شويه تاع اللوز هكذا مدشش محمص يشهي، ولو كان تشوفوا بالكاوكاو ديروه كدا حفنه تاع كاوكاو محمص ومدشش هكا رقيق، لو كان تشوفوا شحال يجي رائع، يجي هايل هكذا. والخماره بيان سور مغرفه صغيره. هكذا هذا هو القوام. شوفوا عجينه هايله كيما تاع السابلي سوا. ونجي ناخذ كميه تاع العجينه ريحه تاعها هايله، حبيتو ديروهم صغار حبيتو ديروهم كبار. هذه هي كملت كامل العصيات ديالي، راهم يشهيو وحده قدام وحده. والكوشه تاعي راهي سخيخنه لاقصى درجه، نحط له بلاطو في الرف الوسطاني معامله الكروكي عادي جدا، ونضبط درجه الفرن على 170. اللون تاعو راح يجي بزاف عسلي بزاف شباب، دونك يطيب ويتحمر ونعاودو نولو. كيما راكم تشوفوا الكروكي تاعي وجد ودالي لون اكثر من رائع. شوفوا ليا لون العسل. نجي هذه بوردور نحيهم ونجوزهم في الاشواق. نقول بسم الله، نقطع هنا شكل مائل كيما نقطعوا الكروكي عادي جدا هكذا. هاد الجوانب شوفوا ليا نحتفظ بهم باش نديروا بهم من الفوق هكذا. ومن الفوق بما انه الحلوه ديالنا فيها الداخل العسل، نقدروا نجيبوا مغرفه تاع العسل بدون ولا اضافه وندهنوا الوجه، وكي نفتتوا هادوما نديروهم من الفوق دونك كيما حبيتوا. وانايا لهنايا عندي شوفوا ليا لقيت شويه في البلاكار شويه تاع سبيكولوز، درتها في باماغي حمام مائي وذوبتها حنستعملها. وعندي ميم كراميل، كل واحد يدير واش ما عنده في المنزل. قلت لكم الحلوه تاعنا الكروكي فيه المعجون ولا بليتو فيه العسل، نقدروا نديروا مغرفه عسل بدون ولا اضافه. حنديروها هكذا بطريقه بسيطه هكذا للناس اللي تحبوا بيان سور. عندي ميم كراميل وميكسيت هذاك لو بسكوي لي شوت هذوك لي كوتي درتهم في الاشواق. اوب هذا مكان هامليك. شوفوا اللون شوفوا اللون يا جماعه الخير. ونجي ندير من الفوق بسخاء. الطبق تاعنا اليوم موجود بسرعه رافقته بالروز. الروز درتوه في الماء دفى شويه، حطيت الروز اللي كنت شللته عده مرات، درت له رقارن وعويد تاع القرفه. يا سلام نتيجه هايله. والكبده المشرمله صدقوني تقوليها غنمي بنينه مسكه غير شويه، وزدت شويه تاع البطاطا هكا مكعبات. يا سلام طبق كامل مكمل. كيما على بالكم بلي الكبده وحتى واذا كانت تاع الدجاج ناكلوها غير وصله، معناتها ديما لازم نزكيوها. الطبق تاعنا اليوم حتفرحوا بزاف اذا جربتوه، خصوصا الا درتوه كيما انا شويه بطاطا وشويه روز وردوا عليا بالخبر. وهكذا الكروكي تاعنا اليوم موجد كروكي بنسمات روسيه، صدقوني بنين. درنا الكروكي هذاك المقرمش واللي طيبناه من لي كوتي هدايا كيفاش يجي تقرميشه خفيفه والداخل فوندون والبنه تاع العسل، وصدقوني اشياء كثيره بريزونطابل ويشهي. تقدروا تجربوه وتكتشفوا بنفسكم. البنه تاعو رائع. شوفوا ليا قطعت لكم هنا حبيبه، شوفوا الداخل كيفاش يجوا المسامات ديالو ايغي خفيف كي الريشه. البنه تاعو مع قهوه حليب. عشاق فطور الصباح تاع صبيحه بالقهوه والحليب راهم رايحين يلقاو لو بليزير ديالهم. نتمنى تجربوا الوصفه تاع اليوم وتفرحوا بها.
ونتمنى تبعتوا لي تعليقاتكم الرائعه، ونتمنى تتقاسموا الوصفه مع كامل احبابكم وناسكم. وما تنساوش تنضموا لقناتنا وتفعلوا الجرس باش يوصل لكم كل جديد.